ساعات نقول كله تمام، متعود، مش هيحصل لي حاجة. طب ليه نغير حياتنا؟ أحيانا لأننا زهقنا، وأكتر من كده لأن العادة نفسها بتخنق. بنصحى، ننشغل، نتوه، نسكرول، ونحاول ننام بدري عشان بكرة في شغل أو جامعة. بس لما حد يقولك اعكسها، العداد يبقى بطالة، فراغ، سهر للفجر، ونتوه برضه. فهل ده اللي أنا عايزه؟ أحيانا بنبقى مرهقين تماما، وأصعب حاجة إننا نحس إننا بنتاكل في دوامة إحنا محبوسين أو حابسين نفسنا فيها، ومش بنحب الإحساس ده. وأحيانا نكتشف إننا فاكرين نفسنا في قفص، بس باصين في الاتجاه الغلط. الموضوع مش سهل، وهقولها بصراحة، ما نقدرش نغير الحياة نفسها. عندنا حياة واحدة، بداية، وسط، نهاية. فاكرين إنها بعيدة أو بنقنع نفسنا بكده. مش أنا اللي بقول، دي مش جدعنة من عندي. فرانسيس بيكون قال: تتولد، تموت، وبينهم تعمل شوية حاجات، ويفضل تبقى كويسة. طبعا نفسنا نعيش في عالم جميل، شغل كويس وتقدير، ناس بنحبهم، ونحب العالم يبقى زي ما احنا عايزين بمزاجنا اللحظي. بس سما الواقع أحيانا بتمطر، وأحيانا المطر يكون رذاذ، وأحيانا مطر تقيل. وحتى لو المطر حواليك وعلى كل الناس، بتحس إنه نازل عليك انت بس. ساعتها عندك اختيارات: تتقمص دور الضحية، ليه أنا، أو الازدراء، أو تشوف الوضع بعين شاعر. ومن الأفضل هنا نكون فنانين شعراء. طالما بتمطر نحاول نعمل حاجة، نغني تحت المطر مثلا، نشتغل باللي عندنا، نطلع ألوان من الرمادي. بس خلي بالك، تغيير الحياة مش مجرد هروب للأمام، تغيير الحياة نظرة مختلفة للعالم، إعادة تقطير. وتعالوا نسافر شوية في الزمن. شوف حياتك الحالية بصدق وقيمها من 1 ل10. وأنا بقول ما تحطش 0، خليه 2. إحنا كلنا جاهزين نعدي باب، بس أحيانا نعدي الباب ونفضل محبوسين رغم إننا أحرار. زي ما شفنا في حلقة قناة همسات التغيير اللي عملناها عن عم الكل سبينوزا. ارجع شوفها لو ما شفتهاش، هتعلمك كتير عن نفسك ورغباتك. في معلومات متوفرة، تعليم، فرص. ورغم ده ناس تقول حياتي شايلها على ظهري شيل، بتقل كل بلاوي الدنيا. واسأل ليه زعلان، وأقول العالم فيه مقاسي، بس مش كله خراب، فلازم نعقلها شوية. وأول سؤال: أنا فين دلوقتي؟ وصلت هنا إزاي؟ لأنك أنت اللي وصلت، بقراراتك، باختياراتك. حتى لو حصل حادث، المهم مش اللي حصل، المهم عملت إيه. واقعك نتيجة اختياراتك.